حصاد اليوم من بريس 23 أقدمها لكم أنا لامار أركندي. نستهلها بداية بأهم العناوين. أحمد الجربة ينفي نقل تيار الغد السوري المعارض. رسائل بين حزب الاتحاد الديمقراطي السوري PYD ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. ميخائيل بغدانوف يؤكد رفض بلاده تقسيم سوريا، وحكومة دمشق مستاءة من القرار الروسي بوقف إطلاق النار في حلب. اشتباكات متواصلة في محيط منبج وانشقاق 6 أمنيين من تنظيم داعش ووصولهم الأراضي التركية والألمانية. واشنطن تعترف بقدرة مقاتلي داعش تنفيذ هجماته الإرهابية حول العالم، وقيادي إيزيدي يعلن سعي تنظيم تأمين خط إمداد لمقاتليه بين العراق وسوريا. فلاديمير بوتين يستطرد رغبة حكومته حربا باردة جديدة، وسوريا ستنهار إذا استمرت الأمور على حالها. نفى تيار الغد السوري المعارض نقل رئيس الحزب أحمد الجربة. رسائل من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، لكنه لم يعارض في الوقت نفسه أي مساع حميدة للتقارب بين مكونات المنطقة. ومن جهة أخرى أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف رفض حكومته تقسيم سوريا، منوها إلى أن أبعاد المرحلة الانتقالية ومصير الأسد يحدده السوريون أنفسهم. وقررت موسكو أمس الخميس دخول نظام تهدئة حيز التنفيذ في مدينة حلب لمدة 48 ساعة، غير أن دمشق واجهت القرار الروسي باستياء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر سوري قريب من الحكومة قوله: من الواضح أن موسكو لا تريد لنا أن نستعيد حلب. فيما تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية قسد ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش على أطراف مدينة منبج في الريف الشمالي الشرقي لحلب، تزامنت مع تكثيف طائرات التحالف قصفها لمراكز التنظيم في المحور الغربي للمدينة. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان انشقاق 6 أمنيين من عناصر داعش بريف حمص الشرقي وفرارهم إلى الأراضي التركية والألمانية. كما أقرت واشنطن على لسان المدير العام للCIA جون بيرنان قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية حول العالم رغم جهود التحالف الدولي بقيادة أمريكا. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو هدنة مؤقتة في مدينة حلب. وفي نفس السياق كشف قيادي إيزيدي من وحدات حماية شنغال سعي داعش تكثيف هجماته على مناطق غرب البلدة بهدف تأمين خط إمداد لمقاتلي بين العراق وسوريا. فيما استطرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة سعي بلاده لحرب باردة جديدة، مشيرا أنه يتفق مع المقترحات الأمريكية إشراك أطراف من المعارضة في الحكومة السورية الحالية. وأضاف أن الأهم بالنسبة للسورية استعادة الثقة في السلطات وليس في بسط الأسد سيطرته على أراضٍ، محذرا من انهيار البلاد إذا استمرت الأمور على حالها، وهو السيناريو الأسوأ حسب توقعاته. متابعينا الأكارم، وصلنا لختام حصادنا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.